تمام. مبدئيا كده يعني عايزك تعرفني بنفسك يا عادل، عملت ايه من ساعة ما اتخرجت؟ درست ايه؟ مشيت في تراك ايه؟ يعني فهمني كده، اديني بريف بسيط عن نفسك. اوكي. أنا عادل، أنا خريج هندسة كمبيوتر من جامعة طيبة. اتخرجت 2021. ابتديت أشتغل في الوردبريس از ديفيلوبر يعني من قبل ما أتخرج بكام شهر. اشتغلت سنتين في نفس الشركة كوردبريس يعني ديفيلوبر. بعد كده قررت إني عايز أتخصص أكتر في حتة الدوت نت والبرمجة وكده أكتر يعني. فقررت إن أنا بذاكر وأقدم في الأي تي أي، والحمد لله اتقبلت في المنحة اللي هي الثلاث شهور. فدخلت الدوت نت بتاعت الثلاث شهور اللي لسه مخلصها من شهر أو شهر ونص. ده حلو. بريف سريع عن اللي حصل يعني ساعة التخرج. طيب درست ايه في المنحة يعني؟ فهمني كده، كنت تراك ايه بالظبط، وايه الكورسز اللي انت درستها في المنحة؟ اوكي، احنا فول ستاك دوت نت. احنا درسنا في الاول فرونت اند، اتش تي ام ال سي اس اس والجافا سكريبت. درسنا بوت ستراب، دخلنا على الفريم ورك بقى الانجلر. كده خلصنا الفرونت اند تمام. وادفانسد سي شارب. دخلنا في المايكروسوفت اس كيو ال. وبعد كده دخلنا في اللينك يو والانتيتي فريم ورك وام في سي بقى واي بي اي، لو انا فاكر صح فده كله. طيب عظيم جدا. طيب تعالى كده مبدئيا ندردش مع بعض شوية في البيزكس بتاعت السي شارب. تعالى نتكلم شوية عن الاو بي مثلا. تعرف يعني الاو بي او ايه الهدف عامة من الاو؟ اوكي، الاو بي ده دول برنسبلز السي شارب بتتعامل بيها بس عشان تبقى الدنيا منظمه والدنيا تبقى كود مفهوم اكتر ونضيف اكتر. ليها كذا يعني برنسبل جواها، وهو الانكودنج، الانكابسوليشن سوري الانكابسوليشن والبوليمورفيزم والانهيرتنس. الانكابسوليشن ده عباره عن داتا هايدنج، ان انا بخفي شويه حاجات معلومات عن اللي طيب بيتعامل قبل ما معايا عشان. ندخل في الفور برنسبلز بتوع الاو بي، انت قلت ان الاو بي حاجه عشان انظم بيها الكود. انت شايف ان اعظم فايده من فوائد الاو بي بالنسبه لك ان هي حاجه تنظم بيها الكود؟ تنظم الكود، وكمان تخليني شايف انه يعني بعرف اتعامل، وكل الناس احنا فاهمين احنا بنكتب ازاي. فبتخلي الكود منظم والكود مفهوم لينا كلنا ماشيين ببرنسبلز معينه، تخلي الدنيا واضحه يعني قدام. طيب حته الريوزابيلتي بالنسبه لك كويس، اللي انا اقدر استخدم حاجه اللي عملتها. يعني الاو بي بتخليني اعمل ريوز لحاجات، زي مثلا عملت كلاس اقدر اعمل له ريوز. شايف الفايده دي كويسه ولا حاجه عاديه؟ دي فايده، لا دي فايده كويسه ان انا مش بعيد وازيد في نفسي. دي حلو برنسبل يعني. كويس، ان هو مش بيخليني افضل اعيد وازيد في نفس الكود، بكتبه مره واحده وريوز ليه. فدي بالنسبه ازاي بقى للكودينج يعني؟ دي. يعني بكتب ايه واعمل له ريوز مثلا؟ اوكي، فانا يعني لو بالاو بي فانا عندي في حته الانهيرتنس، انا اقدر ان انا بدل ما افضل كل شويه اكتب نفس الحاجات واكتب نفس البروبرتيز واكتب نفس الحاجه. انا بعمل كلاس واحد وابدا بقى انهيرت منه على قد ما انا عايز براحتي. انا كتبته مره واحده وابدا بقى اخده بكذا شكل انا عايزه. طيب عظيم جدا. انت من شويه كنت داخل تتكلم على الفود برنسبلز بتوع الاو بي، فتعال ناخدهم واحد واحد كده. طبعا انت اكيد عارف المبدأ بتاع الانهيرتنس. انا ممكن انهيرت من abstract class، وممكن ممكن implement interface، صح؟ اوكي صح. ايه الفرق بين الابستراكت كلاس والانترفيس؟ اوكي، اول حاجه الانترفيس ملهوش كونستراكتور، الابستراكت ليه. تاني حاجة تمام. الانترفيس بيبقى عبارة عن الهيدر بتاع الميثود بس. هو بس بكتب هيدر، مش بكتب له أي بودي. لكن الابستراكت أقدر أكتب لها بودي وأوفر رايد في التشايلد يعني بتاعها. الابستراكت كلاس ممكن يبقى فيها abstract function. ممكن ولا لازم يكون فيها abstract function؟ لا مش لازم. تمام. ده كل اللي أنا يعني الكومباريزون اللي بين الانترفيس والابستراكت يعني. طيب احنا قلنا مش لازم يكون عندي abstract function جوه ال abstract class. طيب في الانترفيس ممكن يكون عندي ميثود مش abstract في الانترفيس؟ ميثود مش abstract في الانترفيس. مم.
اه. آه، اظن اصلا ما ينفعش يكون ابستراكت جوه انترفيس، ما لو انا ينفعش يكون فاهم صح. فيه، مش كلمة abstract. هو كده كده الانترفيس جواه methods without جوه ميثودز، implementation. اه. اه الميثودز بالظبط. without implementation دول abstract method، بس انا ما بكتبش كلمة abstract inside الانترفيس. هل ممكن حلو. اعمل function او method جوه الانترفيس واعمل لها implementation يبقى ليها body؟ جوه الانترفيس. مم. آه. يعني تقريبا لا، ما ينفعش. مش متاكد من آه الاجابه دي. لا ما ينفعش. يعني ما ينفعش. طيب الانترفيس كانترفيس دي او بي ولا ولا سي شارب؟ يعني الانترفيس دي حاجة مصطلح خاص بالاو بي ولا خاص بالسي شارب كسي شارب؟ كمصطلح سي شارب. سي شارب حلو. طيب سي شارب في فترة من الفترات كان بيقول لك ما ينفعش تعمل ميثود with implementation inside الانترفيس. كلامك كان صح، بس بعد فترة الكلام ده بقى ينفع. عندك فكرة حصل في السي شارب كام مثلا أو حصل امتى؟ آه. لا الحقيقه ما لا ما اعرف. هو انت استقطع. لا بقول لك الحقيقه لا ما اعرفش حصل امتى. طيب تمام. سيبنا من المبدأ بقى بتاع الابستراكشن خلاص احنا اتكلمنا فيه شوية كويسين. فكرة البوليمورفيزم، يعني ايه بوليمورفيزم بالنسبة لك؟ بوليمورفيزم هو مثلا ممكن اشرحها اكتر في حته الاوفرلودنج. وهو ان انا عندي حاجه ليها سيجنتشر معينه، اقدر استعملها تاني في ميثود مثلا تانية بنفس الاسم، هي ما زالت نفس الاسم، بس بديها سيجنتشر معينه. السيجنتشر دي مثلا هي عدد البارامترز او نوع البارامتر، الداتا تايب بتاعت البارامترز دي، اقدر اغير فيها براحتي. ساعتها انا بعمل اوفرلودنج، فبعمل المفهوم بتاع البوليمورفيزم. حلو. طيب ده الاوفرلودنج. الاوفر رايد. الاوفر رايد هو انا باوفر رايد يعني باوفر رايد الميثود نفسها. فانا عندي ميثود كامله بتعمل حاجه معينه، يعني باجي مثلا في التشايلد بعمل اوفر رايد كامل عن كل اللي فات، وابدا اديله حاجه بقى جديده يعملها. لو انا عايز كل اللي فات، في اوبشن برضه ان انا اخد اللي فات واكمل عليه او حاجه، بس قصدي انه بقدر اوفر رايد على كل اللي فات واشتغل على اللي انا عايزه يعني. يعني انا باوفر رايد بحط امبلمنتيشن جديد. بالظبط. حلو جدا. طيب بالنسبة لك احنا اتكلمنا في الاوفرلودنج. دلوقتي لو انا هعمل اوفرلودنج بس عندي نفس عدد البارامترز وغيرت الداتا تايب، ده يعتبر اوفرلودنج ولا لا؟ ده اوفرلودنج، اه. تمام جدا. طيب ممكن نسيبنا من البوليمورفيزم ونخش على الانكابسوليشن. يعني ايه انكابسوليشن بالنسبة لك؟ والبروبرتي ازاي حققت المبدأ بتاع الانكابسوليشن؟ الانكابسوليشن هو انه بعمل داتا هايدنج، انما بخلي مش دايما الداتا كلها اكسسبل لكل الناس. فانا بعمل لها هايد شويه، وبديك اللي انا عايز بس اديهولك تتعامل معاه هو اللي بديهولك. بعملها ازاي؟ بعملها بحته البروتكتد او الانترنال او الحاجات في دي اكسس اسمها موديفايرز. الاكسس موديفايرز. تمام. طيب بغض النظر عن الاكسس موديفاير، لو انا دلوقتي استخدمت اكسس موديفاير برايفت على فيلد معين، تمام، هو فاريبل معين، وقلت ان الفاريبل ده برايفت، كده انا عملت له انكابسوليت فمفيش حد من بره هيقدر يستخدمه، صح؟ مظبوط. طيب فين بقى الانكابسوليشن؟ يعني انا كده مجرد ان انا بخلي اي فيلد عندي برايفت خلاص ولا بعمل حاجة تانية؟ ما انا خليته برايفت لان انا مش عايز حد مثلا يلعب فيه، بس انا في ميثودز تانية هي مستعمله البروبرتي دي، فانا بس باخدها استعملها في الميثود اللي تحت. واليوزر او ايا كان الكلاس اللي بره الكلاس بتاعي، هو ليه تعامل بس مع الميثود دي، ملوش دعوه على البروبرتي دي. انت ما تغيرش فيها، ما تعملش سيت فيها، انت بس بتستعمل الميثود بالبروبرتيز اللي بتستعملها بس. بتستعمل الميثودز عشان اكسس الفيلد ده او الفاريبل ده. اه بالظبط، بس انت مالكش اكسس على طول للبروبرتي. انت اللي انا مديك الميثود، بس انت بتستعمل الميثود اللي هي بتعمله، ما لكش اي اكسس على البروبرتي بتاعتي اللي حلو انا عاملها جدا. طب برايفت. البروبرتي ازاي حققت المبدأ بتاع الانكابسوليشن؟ سوري. سمعتش. البروبرتي ازاي حققت المبدأ بتاع الانكابسوليشن؟ لان هي ستيل هو ما يقدرش يعملها ولا جيت ولا سيت، هو مش شايفها.
هي طيب طب لو انا مخفيه عملت عنه. بروبرتي حاليا، تمام، وعملت لها جيت وست، ده يعتبر انكابسوليشن ولا مش انكابسوليشن؟ او البروبرتي فادتني ايه وانا كده كده بقدر اجيت وست؟ يعني انا معظم استخدامي للكود بعمل بروبرتي بتكون بابليك، وبكتب في الاخر جيت اند ست، يعني بكتب جيت كما ست كما. ده معناه ان انا مستخدم انكابسوليشن هنا، او ممكن بطريقه ما يساعدني ان انا استخدم انكابسوليشن، ولا الموضوع عادي مفيش فايده منه؟ واحنا عاملينها بابليك وعاملينها سيت وجيت، فاي كلاس يقدر، ما دام يعني هي بابليك فهي بابليك كل حاجه، فاي كلاس يقدر يخش سيت وجيت ما دام انا فاتحها. غير بقى انا طيب لو غيرت الاكسس موديفاير بتاعتي فانا كده قفلتها. غير كده ما دام لو بابليك غيرت ليه؟ فهي بابليك للكل. لو غيرت انت صوتك، الاكسس موديفاير اه لو غيرت الاكسس موديفاير باشمهندس. بتاعها خليته اه برايفت مثلا. بالظبط، ساعتها هو يعني الكلاس التاني ما ملوش اي اكسس عليها. انت قصدك الاكسس موديفاير بتاع البروبرتي ولا بتاع الجيت والست؟ بتاع لا، بتاع البروبرتي نفسها. بتاع البروبرتي نفسها، يعني خليت البروبرتي برايفت. بالظبط. طيب لو خليتها برايفت مفيش حد هيقدر يستخدمها غير الكلاس اللي قدامي. طب لو انا عايز الكلاس اللي من بره يستخدمها، ساعتها اخليها بابليك وخلاص. لو هو تشايلد فانا اقدر اعمل انترنال. لو يعني انا عندي ست هي اكسس فكرة موديفاير اقدر هي استعمل. فكرة اللي انا خليت البروبرتي بتاعتي بابليك، ده معناه ان اي حد من بره هيقدر يجيت ويست. مظبوط. طب انا لو عايز حد يجيت بس ما يعملش ست، ممكن اعملها ازاي في البروبرتي؟ ممكن اشيل الست خالص، حلو. او اخليها ريد اونلي. او اقدر خليها اخليها برايفت ريد ست. اونلي. صح. تمام. طيب حلو جدا. ده بالنسبة للجزء بتاع الانكابسوليشن. طيب تعرف طبعا السوليد برنسبلز. طبعا. حلو، ايه لازمة او ايه الهدف من السوليد برنسبلز؟ اوكي، هي برضو برنسبلز ده صوت بتخليني. راح، يعني الصوت راح. صوتك مش وحش. هو كده تمام. اوكي، هي السوليد برنسبلز عباره عن برنسبلز برضو بتخليني وانا شغال ببقى عندي زي مفاهيم او طرق معينه بعمل بيها الحاجه دي. هي احسن بكتير وهي افضل بكتير في التعامل وككود كلين كود. فهي بس بتساعدني اني اكون بكتب كود نضيف، كود ريوزبل اللي بعد كده ومفهوم اللي بعد كده هي بتساعدني ان أنا اكتب كلين كود، ولا بتساعدني ان انا انفذ الاو بي بطريقة صح؟ الاو بي مش بيتعارض مع كلين كود، يعني الاثنين مع بعض يسووا كلين كود والاو بي، يعني دي كلها برنسبلز بتساعدني ان انا اعمل كلين كود وكود مفهوم. بص، هو انا ممكن اقارن الكلين كود بليجاسي كود مثلا، او بكود في مشاكل في طريقه الكتابه بتاعته. بس لما بتكلم على او بي، انا ممكن اقارن الاو بي بحاجه زي الفانكشن بروجرام. دي طريقه للكودينج عامه، مش يعني الاو بي ما بتحطش مقارنه مع الكلين كود. انا ممكن اكون شغال او بي وكاتب كود مش كلين، ممكن اكون كاتب كلين كود بس مش شغال او بي. فالسوليد برنسبلز كفور برنسبلز او كفايف برنسبلز طلعوا عشان الكلين كود ولا عشان يحققوا فكره الاو بي؟ لا، عشان يحققوا فكرة الاو بي. تصدق قطع برضه مش واصل. علشان يحققوا فكرة الاو بي. طيب حلو. السوليد برنسبل، تاني مبدأ من السوليد برنسبل اللي هو الاو، ده اختصار لايه؟ ده اوبن كلوز، اوبن فور موديفيكيشن كلوز فور. اوبن فور سقطت مني شوية. لا لا، يعني انت هتجيبها، انت ماشي صح يعني. هو في موديفيكيشن فعلا، بس هي هي كلوز فور اوبن موديفيكيشن. موديفيكيشن. اوبن فور ايه، كلوز فور ايه؟ كلوز فور موديفيكيشن ده تمام. ايوه، ما انا دي عارف عدل في كلوز الوقت فور طيب. موديفيكيشن. طيب اوبن فور ايه بقى؟ طيب هي open for extension، المبدأ ذات نفسه يعني ايه وايه الهدف منه، ممكن احققه ازاي؟ اوكي، المبدأ نفسه هو هدفه انه انا خلاص انا عملت الكلاس بتاعي او انا عملت خلاص الكود بتاعي. فهو خلاص انا عملته
يعني يقدر يساعدني في اي حاجه انا عملته خلاص. هو اللي انا عملته خلاص خلص، ما اقدرش اموديفاي فيه او مش ما اقدرش. انا عملت كل اللي انا عايزه بالطريقه الصح. لو انا عايز ازود فاقدر ازود واقدر اعمل فيه، بس ما العبش في اللي انا عملته، عشان ده بيبوظ حاجات كتير قوي مترتبه عليه. فاللي انا عملته هو خلاص، مش بيتعمل له موديفيكيشن، لكن اقدر ازود واقدر طيب ممكن ازود ازاي؟ ممكن اعمل اكستنشن او ازود ازاي في الكلاس بتاعي؟ يعني لو كلاس ليه بروبرتيز اقدر ازود بروبرتي، اقدر ازود ميثود، اقدر ازود لو انا اللي هزود انا عايزه. بروبرتي او هزود لكن هزود بروبرتي او هزود ميثودز انسايد الكلاس، ده معناه ان انا فعليا بعمل موديفيكيشن. انا فعلا دلوقتي انا بموديفاي، دلوقتي انا بعدل في الكلاس. كده انا كسرت المبدأ الاولاني. المفروض كلوز فور موديفيكيشن ده معناه ان انا مش هفتح الكلاس بتاعي واكتب فيه كود تاني. ازاي ممكن اعمل اكستنشن من غير ما اعدل في الكلاس فعليا؟ مش عارف فكرة البارشال كلاس ده برضو بيلعب في المبدأ ده ولا لأ. بس دي لا، يعني يعني هو قصة ممكن. البارشال كلاس، هو كلاس عندي فاسمه على نصين. نص مثلا عامل فيه البروبرتيز بتاعتي، ونص التاني عامل فيه الميثودز بتاعتي. بس لو رحت عدلت في واحد منهم فعليا، انا كده برضو عامل موديفيكيشن. بلعب برضو في نفس الكلاس. هي اوكي. الفكرة اللي احنا اتكلمنا فيها من الأول، فكرة الانهيرتنس. دلوقتي بقدر انهيرت حاجة، اكتب فيها الامبلمنتيشن ومجرد بعمل لها انهيرت خلاص. في فايدة كبيرة جدا أو فرق كبير جدا بين الانترفيس والانهيرتنس والابستراكت كلاس اللي اتكلمنا فيهم في الأول. إن يعني ممكن تفتح مع الفايدة دي يعني. احنا اتكلمنا عن الفروقات بين الانترفيس والابستراكت كلاس. ممكن يكون عندي فرق تاني بين الاتنين، الانترفيس والابستراكت كلاس. غير طبعا ان هنا بيكون عندي ميثود على الاقل ابستراكت في الابستراكت كلاس. هناك معظم الميثودز بيكونوا، او كل الميثودز لازم يكون ابستراكت من غير ما اكتب كلمه ابستراكت اساسا. الانترفيس عندي از كونتراكت، مجرد ما بعمل لها امبلمنت لازم اعمل كل الفانكشن اللي فيها اعمل لها امبلمنتيشن. فرق جوهري او فرق عظيم جدا ومهم جدا بين الانترفيس والابستراكت كلاس. جاي معاك او فاكره؟ في الاكسس موديفايرز، طيب هو يعني اللي انا هو ممكن الانترفيس لازم يبقى اعمل، بابليك. لا مش كده، ممكن اعمل اكتر من يعني اعمل انهيرتنس من اكتر من كلاس. لا، بيبقى كلاس واحد، لكن الانترفيس اقدر اعمل اكتر من انترفيس. يعني دلوقتي انا عندي كلاس A وبي وسي، وعندي كلاس جديد خالص دي. ممكن دي يعمل انهيرت من A وبي وسي. بيعمل انهيرت من كلاس واحد بس. بالظبط، حلو. بس الانترفيس ممكن امبلمنت اكتر من انترفيس. اه، اقدر انهيرت براحتي انترفيس. بالظبط، دي فايده كبيره جدا من فوائد الانترفيس احنا زينا برضه نتكلم عنها. طيب خلينا بقى نسيب الاو بي خالص، وندخل في حاجه تانية خالص، ندخل في سكه السيكوال شويه. تمام، اكيد انت اشتغلت اس كيو ال. اه، مايكروسوفت. طيب بالنسبه لك كاس كيو ال، سمعت عن حاجه اسمها ترانزاكشن؟ سوري، الصوت قطع. ترانزاكشن ترانزاكشن. اه، ترانزاكشن سمعت عنه. سامعني؟ ايوه، أيوة. انا مش سامعك كويس. انا سوري الصوت بيقطع بس. اه بقول الترانزاكشن، لك سمعت عنه. اه، عباره عن ايه او ايه الهدف منها؟ اوكي. الترانزاكشنز هو ان بعمل زي فاريبل كده بيشيل حاجه معينه، او بيشيل اللي هي بعمل ات حاجه وبشيل جواها الفاريبل. واضح ان انا لخبطت مم. الدنيا. طيب سمعت عن الاندكس في الاس كيو ال، صح؟ الاندكس. اه، الاندكس. اه طبعا. ايه انواع الاندكس؟ بص، انا الاس كيو ال تقريبا واقع مني السيكا. تمام. طيب الستورد سوري بروسيجر، بقى. انت عنده؟ يعني اقدر اجيب السورد طيب ايه بروسيجر، هو إيه حاجه الفرق زي بين الفور فانكشن. الستورد بروسيجر والفانكشن؟ اوكي. الستورد بروسيجرز هو شبه الفانكشن، بس اقدر جواه. الستورد بروسيجر يقدر يشيل جواه فانكشن، لكن الفانكشن ما تقدرش تشيل ستورد بروسيجر جواه، او تستعمل او يعني تكول يعني يعني. ايه اشيل جواه فانكشن؟ يعني ايه اشيل فانكشن جوه الستورد بروسيجر؟
يعني اروح يعني اقدر اكتب استعملها. فانكشن جوه لا لا، هي اوريدي عندي فانكشن، فانا اقدر استعملها وانا بكتب الستورد بروسيجر، بس ما اقدرش اعمل العكس. تمام. طيب آه، ايه تاني؟ لا، مسقط مني الاس كيو ال شويه. طيب مين فيهم اسرع، الستوري بروسيجر ولا الفانكشن؟ الفانكشن اسرع. ايه؟ الفانكشن بتكون اسرع. فانكشن اسرع من الستوري بروسيجر؟ اه. تمام. طيب ايه هو التريجر؟ مم، طيب هو انت تقريبا بس- شغال او ار ام وانتيتي فريم ورك، فانت عامل سكيب للجزء بتاع السيكوال خالص، صح كده؟ صح يعني. هو وقع مني شويتين. لا لا تمام، مش انت هندخل طيب. على الجزء بتاع اللينك والانتيتي فريم ورك. اوكي. بالنسبه لك ايه هو الانتيتي فريم ورك؟ هي يعني عباره عن اني بكتب سي شارب، اللانجوج يعني سي شارب. بكتبها اني بتعامل مع الاس كيو ال، بتعامل مع داتابيز بالسي شارب. بعمل جمله سيلكت، بعمل جمله انسيرت، بعمل جمل بالسي شارب للتعامل مع الداتابيز بقى. طيب الجمل دي بتكون لينك يو ولا دي اسمها جوه الانتيتي فريم ورك؟ لا، لينك. لينك يو، اللينك هو الجمل اللي انا بكتبها، بس اه. الانتيتي فريم ورك ده حاجه اسمها او ار ام. يعني ايه او ار ام؟ هو اه. اختصار الاوبجكت ريليشن مابر. يعني ايه او ار ام؟ هو في جزء من الكلام اللي انت كنت بتتكلم فيه الاول عن سي شارب وسيكوال، بس ايه بقى القصه بينهم وبين بعض؟ يعني اللي انا فاهمه عن الانتيتي فريم ورك ان هي زي ما بقول لك ان هي بتستعمل اللينك او السي شارب وكده. اني وانا في وسط الابلكيشن بتاعي بكتب شويه جمل علشان اقدر اتعامل مع الداتابيز بتاعتي واقدر انسرت واسلكت. طيب دلوقتي لو انا شغال انتيتي فريم ورك وكريت كلاس اسمه ستودنت. تمام. حلو. الكلاس ده بيتكريت قصاده ايه في الداتابيز؟ بالكريت قصاده تيبل اسمه ستودنت. حلو. لو كريت كلاس تاني اسمه كلاس، اسمه كلاس اللي هو فصل دراسي مثلا، بيتكريت قصاده حاجه اوكي. اسمها ايه في السيكوال؟ برضه لو انا ما عملتش اي حاجه زياده فهو برضه بيتكون ان هو تيبل في السيكول. حلو. يعني انا عندي كلاس بيتحول لصوره تيبل، في نفس الوقت لو انا كريت بروبرتي انسايد الكلاس اسمها ايدج، بيتكريت ايه هناك عندي في الاس كيو ال؟ احول الكولم في التيبل ده. حلو. اللي انت بقى بتتكلم عنه ده اسمه مابينج. فانا بعمل ماب بين السي شارب او الدوت نت والاس كيو ال. فهو ده الهدف من الار ام. يعني انت فاهم المعلومه بس ما عرفتش بس تعبر عنها. تمام. تمام. طيب حاليا بالنسبه لي كانتيتي فريم ورك، حلو، ايه السكريبتس او ايه الجمل اللي انا بستخدمها في الاس كيو ال؟ يعني انا مثلا حاليا ضفت اتنين كلاسز ومحتاج يتكريتوا از تيبلز. بكتب ايه عندي في السي شارب، او بكتب ايه عندي في الدوت نت الاي اس بي دوت نت، بحيث الكلاس دي تتكريت عندي. آه، اوكي. انا في الاول انا بكونكت الداتابيز بتاعتي. يعني مثلا حاليا انا بكتب كوانتس معينه في الانتيتي فريم ورك علشان ترفلكت على الاس كيو ال. تمام. ايه بقى الحاجات اللي انا بكتبها وبتنفذ ايه؟ سامعني عدل؟ تقريبا الموضوع فصل عند عادل. طيب نستنى شويه.